يا صباح الفل، عاملين ايه؟ احنا قايمين النهارده بدري عن ميعادنا ساعة. احنا كنا بنقوم 6، قايمين النهارده 5. ليه بقى؟ عشان نعمل لانش بوكس للمدرسة كلها. ايوه، تقومي تعملي لانش بوكس العيل ل2 ل3، انا بقى قايمة اعمل المدرسة كلها. النهارده عندنا ديش بارتي. طب يا ابني يهديك يرضيك، نشتري من بره، نشتري كرتونة اي حاجة؟ لا يا ماما لازم تعملي. وبعد مشاورات بقى قلنا ايه، هنعمل وافل. قعدت بالمكنه وجبتها على الارض، ما انا عامل الكميه دي وانا واقفه ازاي. بس طلع عايزه اقول لكم حكايه، عامله لكم فيديو بالوصفه ان شاء الله هنزله. تعالوا بقى نحضر اللانش بوكس. اللانش بوكس النهارده قالوا لي ايه بقى، بما ان مصطفى عنده ديش بارتي يا ماما وهتعملي وافل، فحط لنا معاه. هحط لهم بقى، بس الاول هعبي للديش بارتي، هعبي للمدرسه كلها. انا كان ايه اللي جابني هنا بقى؟ انا كان ايه اللي جابني هنا؟ يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. بصوا بقى، الكميه دي طبعا مش هتكفي فصل 24. احنا هنعمل ايه؟ احنا هنجيب السكينه بقى عشان كله ياخد، ونقطعه مثلثات. بصوا المكنه عندي بتعمل ده 2 جنب بعض، فلو قطعنا مثلثات بقى، فضلت اقول له احط لك عليه سكر يا مصطفى، طب فراوله، طب اي حاجه. قال لي لا، حطي بس شوكولاته يا ماما. بصوا بقى، هنقطع مثلثات كده وعبيله. حلو قوي وريحته جميله. هما 24 واحد في الفصل، فاحنا هنقطع 12 كده ل24. كانت المفاوضات امبارح عايزه اعمل سينابون، بس قلت له لا، مش هقدر النهارده اعمل سينابون. طب اعملي كريب يا ماما. لا، الكريب عايز واقفه قدام البوتاجاز وانا مش قادره اقفل. شوف لك حاجه وانا قاعده. فقررنا بقى ان احنا نجيب مكنه الوافل ونقعد بيها كده، واعمل له كل الحاجات الحلوه دي. ريحته تجنن. هنحطه مع شويه الزيت، شويه زبده عاملين الريحه واو. ريحته حلوه قوي. احنا قطعنا كده كام؟ قطعنا كده 2 4 6 8 10 12. احنا لسه في 12. عدوا معايا. 13 14. انا هحطهم من غير شوكولاته واعبلهم صوص الشوكولاته في ايه، في حاجه بقى عشان الدنيا ما تتبظبطش مننا. بصوا اهو. طبعا مش هحط لهم بقى ايه لاولادي بس الوافل في اللانش بوكس. طلب النهارده يكون السندوتشات بطاطس، فهنعمل بطاطس كمان. ونحط الميه بقى والعصير ونظبط اللانش بوكس كده. بتهيالي لسه مجوش. بسم الله ما شاء الله. يعني الحمد لله ان انا عملتهم من بالليل. 6 8 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. تقريبا دول كده 24 قطعة. هحطهم له في ايه بقى؟ هعبيهم له في علب زي كده. بصوا بقى، انا عندي العلب دي هحط له فيها. بصوا هرص كده اهو. حلو قوي كده. وانا برص بقى هعد 5 6 7 8 9 10 11 12. هعمل علبتين، كل علبة فيها 12
ايوه حلو كده. ادي علبه ودي كمان واحده عشان يبقوا 14 قطعه، عشان كل الفصل ياخد. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام قوي كده. بس بصوا جم في العلبتين دول، وهحضر له بقى صوص الشوكولاته، وهما كمان ايه احضر لهم الوافل بتاعهم، ويبقى كده المهمه عدت بنجاح. اهو كده العلبتين بتوعنا. تعالوا بقى ايه احضر لهم هما الوافل. انا ممكن هما بقى ايه احط لهم زي ما هو كده، يعني مثلا 2 بس، يعني انا محتاجة 6 اهو. دول بقى ايه احطهم في كيس واشيلهم. بصوا نشيلهم بقى لوقت تاني. انا بس خدت 6. دول بقى هشيلهم كده في التلاجة. دول هسيبهم على الرخامة عشان احط في كل اللانش بوكس 2 مع سندوتشين. بس الاول بقى تعالوا نسيح الشوكولاتة ونشوف هنحطها في ايه. بصوا بقى فكرت ان انا هحط لهم الشوكولاته في دي. انا كنت شارياهم كده، عارفين لما نشتري كاتشب حجم كبير ونفضي فيه ما يتهدرش وتبقى حلوه قوي. كنت شارياهم 3 مع بعض صغيرين، بس يا ريتني كنت جبتهم كبار شويه. تعالوا بقى ايه ناخد شويه شوكولاته كده ونسيحهم، لان الشوكولاته انتوا عارفين الجو برد شويه فماسكه شويه مش سايحه. بس ايه شويه كده احطهم في الميكرويف ونعبيهم في علبه الكاتشب دي. حلوه وجت يعني فكره كويسه ان هي ما تهدرش معاهم الشوكولاته ويعرفوا يستخدموها. تهيألي كده كفايه. نحط في الميكرويف. تعالوا بقى ايه نعمل بطاطس. هنعمل بطاطس بس، هو الطلب النهارده سندوتشات بطاطس بس. هنا بقى كانت الشوكولاته ساحت، بس يعني خدي بالك في الميكروويف لازم تبقي واقفه جنبيها، يعني عشان لو فضلت قوي في الميكروويف هتتحول لحاجه تانية خالص. خدي بالك يعني هي مش هتاخد معاكي وقت خالص. وبكده بقى تكون ساحت، اجيب المعلقه وابدا افضي كده بالراحه. انا يعني كان ممكن سيحتها في حاجه في بولة اصغر من كده او اضيق من كده عشان تنزل معايا. بصوا بقى انا عملت ده اللي بكلمكم عنه، سهيت عنها في الميكرويف حجرت. فانتي ما تعمليش كده، يا دوبك ايه اقفي جنبها. تعالوا بقى نفضي كده الشوكولاته عشان نديها له. نديله الشوكولاته دي كمان مع الوافل زي ما قلت لكم بقى. اللي يحب يحط هناك يحب يحط. انا خيرته والله، قلت له حط لك حاجات تانية، حط لك سكر بودره، حط لك عسل ابيض، صوص فراوله. قال لي لا هي الشوكولاته، وصمم على رايه فعملت له اللي هو عايزه. بس كده انا خلاص عبيت كده بحرص جدا. وهغسل له طبعا الازازه دي من بره عشان تبقى نظيفه كده، ولما يمسكوها تبقى يعني ما تبقاش تلحوسهم ولا حاجه. واحطها له برده ايه مع العلب دي. ونعمل بقى السندوتشات. انا عملت كميه بطاطس ما شاء الله، قلت لهم كميه بطاطس على اساس ان هما كلهم ما جاش في دماغي. بص صح يا الصبح اللي هو ايه يعني لسه الواحد دايخ
ما جاش في دماغي ان هما مليكة قالت لي بالليل انا هاخد وافل بس، ومصطفى طبعا الديش بارتي هياخد الوافل، وكمان زمايله جايبين حاجات، فمش محتاج لسندوتشات، فعملت ما شاء الله كمية بطاطس كبيرة قوي، واحمد بس اللي هياخد البطاطس. فقلت له بص يا ابني بقى، انا هعمل لك سندوتشين كده زيادة، لو حد من زمايلك خسارة البطاطس دي، وانا مش يعني وانا ما بفطرش دلوقتي، يعني بس انا هعمل لبابا سندوتشين وليك بقى الباقي، ولو حد من زمايلك عايز سندوتش ولا حاجه اديله، بحيث ان انا مرميهاش خساره. افطري يا ماما انت بيها، لا انا عارفين أنا ما بفطرش دلوقتي يعني. مثلا ممكن اكل لقمه كده على الساعه 10 11، ولقمه بسيطه جدا جدا، خفيفه قوي قوي. تعالوا بقى هنا، انا عبيت له خلاص حاجته اللي على بعضها دي مع زمايله، وهعمل بقى المليكة زي ما قلت لكم كده، الوافل بالشوكولاتة، واخلي يعني اخلي اتنين وافل مقابلين بعض كده، عشان ما يلحوسوش برضو الايه اللانش بوكس. يعني انا بصوا، انا هنا بقى بلتفت لهم، هم خلاص صحيوا ولبسوا ونزلوا لي تحت، فبلتفت لهم بقى بسألهم كل اللي عايز حاجة اسأله، طب اعمل لك دي، طب احط دي كذا، باخد رأيهم طبعا. هنا بقى ايه، حطيت الشوكولاتة كده، وزي ما قلت لكم قبل يعني حطيتهم يقابلوا بعض عشان ما يعصوش اي حاجه، او ما يعصوش السندوتشات او اي حاجه. هنا بقى اللانش بوكس بتاع مليكه جاهز، وقالت لي يا ماما ما تحطيليش فاكهه النهارده، واحمد برضو قال لي يعني ما تحطيليش فاكهه، بس بصعوبه جدا بقى ايه، قلت له لا انا هحط لك برتقانه صغيره مع حاجتك دي. تعالوا بقى ايه، نفتح الفينو كده ونحط البطاطس، زي ما قلت لكم البطاطس كلها اللي انا عملتها النهارده دي عامله ما شاء الله يعني. مفكره بقى ان كلهم هياخدوا، ما جاش في دماغي ان الدنيا متوزعه اصلا من بالليل. بس هو هنحط كده، واحط لهم بقى يعني شويه توابل على البطاطس كده تطعمها معاهم. ساعات ياخدوا ايه، ساعات اشتري لهم اكياس كاتشب كده من اللي هي الصغيره دي، احط لهم الكيس او الاتنين، هو يحط في المدرسه، لانك لما بتحطي الكاتشب في السندوتش وهو لسه كده يعني، ويجيب معاه فتره، الكاتشب بيبوش وبيبقى طعمه مش حلو. هنا بقى اللانش بوكس بتاع احمد، ومصطفى مش هياخد لانش بوكس النهارده، لانه ما شاء الله هيبقى عنده في اليوم ده حاجات كتير، فهو مش محتاج لانش بوكس خالص، هياخد ميه بس. هنا بقى زي ما قلت لكم، عملت لاحمد، حطيت له وافل برده مقابلين بعض كده بالشوكولاته، وحطيت له السندوتشات كده البطاطس، وقلت له بقى يتصرف فيهم المهم ما تجيليش بيهم. اي حد مثلا يعوز سندوتش كده اكله خلص، اديله يا حبيبي.